الحروق في الوش وفي الرقبة غير أي مكان تاني، والحل بتاعهم بيبدأ من أول يوم حصل فيه الحرق. عشان كده بنأكد إن أي حد بيتعرض لحروق في الأماكن زي دي بيوفر على نفسه كتير جدا لو تعالج صح من الأول، لأن في جباير للوش بتتحط عند الفم، عند العينين، وبعض الرعاية الخاصة بتعمل أماكن فيها غضاريف زي الأذن، زي الأنف، ومنطقة الشعر. كل دي تفاصيل موجودة في الوش بناخد بالنا منها من أول يوم بيحصل فيه الحرق، عشان ده بيوفر لبعد كده مراحل الترميم لو لا قدر الله احتاجناه. القرارات في الأول بتفرق في التبعات بعد كده، ولو دلوقتي في لسه آثار لحروق في رحلة بنعيشها مع بعض، فيها حاجات ثابتة دايما بنستخدمها مع كل الحالات، وفي حالات بنحتاج إن احنا نعمل individualization وتخصيص لطرق العلاج لكل حالة، لأن مش كل حالة زي التانية، لكن في عوامل مشتركة مع أغلب الحالات. زي إيه؟ زي إن إحنا نستخدم حقن الدهون الذاتية والليزر ولزقات ومستحضرات السيليكون، ولكن مش ده الحل لوحده، دي بنعتبرها adjuncts، يعني عوامل مساعدة لحالات الحروق، مش علاج أساسي وحده، إلا في بعض الحالات اللي ما بتكونش محتاجة غير مجرد تسطيح أو ريسيرفسنج عشان خاطر تباين درجة اللون أو تباين الملمس، ساعتها بتكون دي الحلول المطروحة. لكن لو حد حصل له تآكل في الجفون أو إن الجفون ما بقتش بتقفل، دي حلول محتاجة رحلة نشتغل عليها وتخصيص في طريقة العلاج عشان نرجع ليها مش شكل بس، شكل ووظيفة. لو حد حصل له تآكل في الأنف، ده هيحتاج إعادة بناء كلي بسدائل، لو كان في حاجة موضعية نقدر نقوم بيها هنقوم بيها، ما كانش يبقى نحتاج سدائل حرة من أماكن أخرى وإعادة بناء مرحلي للغضاريف وللأنف عشان خاطر ترجع لشكلها الطبيعي. لما بيكون في حد تعرض إن الفم ما تعاملش معاه من الأول بحرص أثناء إعادة التأهيل من إصابة الحروق، ساعتها بنحتاج إن احنا نعمل إعادة بناء مرحلي للفم عشان يرجع للشكل وللوظيفة، شكل يكون مقبول بالنسبة له، وظيفة يقدر يقوم بيها. يعني في بعض الناس بعد تعرض للحروق بيكون الفم صغير، بيحصل له إن هو يكون مايكروستوميا، بيكون الفم صغير، بنحتاج إن احنا نوسعه بطريقة آدمية تعيد شكله لرونقه اللي يقدر يتعامل بيه مع المجتمع من تاني. ولو اتاكلت الأذن، دي غضاريف وجلد رقيق جدا، تقريبا تاني أرق جلد بعد الجفون في جسمنا هو موجود في الأذن، فعشان كده إعادة بنائها بيكون مرحلي، بنحتاج إن احنا ناخد غضاريف من الصدر ونعيد بنائها. لو في حد اتعرض لحرق في وشه، ممكن يكون في عنده انكماش في الرقبة. الانكماش اللي في الرقبة بيحتاج ما بين إن يتعمل له زي بلاستي أو إن يحتاج فك وترقيع أو يتعمل له سدائل جلدية. زي ما قلنا بنخصص لكل حالة ايه الحل. الفيديو ده موجود عشان يقول لك ان في حلول لمشكلتك، ابعت لنا وهنساعدك، لان الحروق مهم جدا انك انت عامل فيها صح من الاول عشان خاطر بعد كده توفر على نفسك كتير. طب حصل اثار للحروق، هنساعدك برضو في رحلتك عشان خاطر نوصل لافضل طريقة نمشي بيها سوا.